هتاكل ايه؟ أكلة مشهورة، نعم، بالفن. معجونة؟ ازاي؟ هتعرف هنا مع كل فزورة مطبوخة بأفلام وأغاني وكمان مسلسلات في فوازير. أكلة مفنونة. يا مساء الروقان، معاكم مونيكا ميشيل، وجاية ومعايا حل الطبق اللي بايت معانا من امبارح، والحل هو فيلم الإرهاب والكباب. ويلا دلوقتي نلعب مع فزورة جديدة بأكلة مفيدة، وهنكشف طبق النهاردة بالأكلة المفنونة. الأولى مش عدد مظبوط ولا تمام، حتة ناقصة من كل الكلام. والتانية صفرة بس مش دهب ولا زينة، طعمها ما يبانش غير لما تعدي سنينه، تتبشر بهدوء وتتوزن بالعقل، لو كانت فريش ما تعملش فعل. في مسلسل ضحكته باينة من بعيد، بين سلام وخاطر الإفيه أكيد. هما كلمتين لو جمعت الحتة مع الطعم هتوصل للاسم بكل فهم. هنسيب دلوقتي الفزورة المفنونة على جنب، وهنروح نعرف عن الأكلة معلومة. هنرجع سوا بالزمن لورا، هتلاقي إن المصريين كانوا زمان بيوصفوا كل أصناف الأكل اللي بتجيلهم من اليونانيين بجنسيتهم، علشان كده أكلتنا اتسمت بالجنسية دي. بس مصر غيرت مع الوقت درجة ملوحتها وتعاتقها وكمان تخزينها، فبقت خاصة بمصر وبس. لكنها أول لما وصلت لمصر استقبلتها اسكندرية وتغير اسمها لجنسية تانية خالص، وده بسبب إن كتير من اللي اشتغلوا في صناعتها كانوا من الأتراك. يا ترى عرفت إيه هو حل الفزورة وإيه هي الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس، وحالا شبعنا خالص وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنى بكرة أول لما تدق 7:30 بالظبط هاجي ومعايا الحل وكمان فزورة جديدة من فوازير أكلة مفنونة بالفن. معجونة حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.